سلام سلام البنات، صحة فطوركم ان شاء الله تكونوا كامل بخير وعلى خير والصحة تاعكم تكون لاباس. على بالي غيبتها عليكم مي راني رجعت. ما تنساوش ديروا لي جيم واشتراك وتفعيل الجرس باه يوصلكم كل جديد، وتخليوا لي رايكم في التعليقات. هنا راني على بالي بلي غبت عليكم وطولت، صح؟ كنت بدرستي في حالة ما نقدر نوض، ما نقدر ما ندير والو باه ندير الكومونتاج ونسجل والو، ما نقدرش، عيانة. والوجع تاع الدراسة ديما يدير لي غير في رمضان، نكون لاباس بيا. ايوا يوصل رمضان وانا تبداني. المهم راني رجعت لكم وجيتكم اليوم بنهاري، وكما نضت كالعادة نروح طال الفطور. بديت حطيت في جهة الصح، بديت بالكبدة خليتها هي الاولى باه ندير كمونية، ومن بعد وليت رجعت قلت ندير لوبيا وشوربة وكمونية كيما قلت لكم وبوراك. هنا ماما قالت لي ديري لنا لوبيا. انا ما ناكلهاش اللوبيا، ما عنديش اصلا حاجه فيها وما نحبهاش وما نحبش نطيبها. اول مره نطيبها لهنا معاكم، تما شغل لازم انا اللي نطيبها من دمني انا في الكوزينه. المهم حطيت في الشوربه اللحم، بصل، زيت، طماطم، لي زيبيس، درت ودرت جامبو، واحدة جامبو، كركم، فلفل كحل، تاع الشوربه، لي زيبيس، دبشه، ماء، ونعناع. المهم كالعاده البرمه تاعي تاع الشوربه باينه. ومن جهه خلاف في اللوبيا درت دجاج توم، فلفل كحل، بصل، فلفل حار، لي زيبيس تاعهم. المهم الملح، زيت، راس الحانوت، كزبر، ما كترتش، انا ما نحبش نكتر الكزبر في الماكله تاعي. والفلفل فيها ديما نحط الفلفل، القرن تاع الفلفل ديما نحطه. المهم والتوابل كيما قلت لكم كالعاده لازم نحب نكتر لي زيبيس بزاف في الماكله باه تجيني بنينه. بعد ما حطيت كامل لي زيبيس كيما قلت لكم نحط منه من الشيء اللي نحطه في الشوربه نحطه زيد في اللوبيا. المهم تفتفتهم كاملين مع بعضاهم، وكنت دايخه ما هنا شغل درسي بعد قاعده توجع، شغل نايضه لازم عليا نوض ندير الفطور وخلاه. وكل مره ننسى حاجه كيما الشوربه واللوبيا، حطيت في اللوبيا زيت وفي الشوربه نسيت ما حطيتش، وليت على ظهري. هنا رجعت حطيت النعناع والزيت وكامل والطماطم، قريب طيبت كلش ابيض نسيتها خلا. المهم غالبني رمضان تاع الصح، منها درستي منها جيعانه منها. المهم حالتي حاله. المهم بعد ما تفتفتهم كاملين مع بعضاهم، انا ما قلتي ديما تجي حاره ديما. المهم بعد ما تفتفتهم كاملين وليت حطيتهم هموسي على جهه باه يتقلاو لي كيما راكم تشوفوا. هنا الشوربه واللوبيا باه ندير لاصوص تاعها، والكبده اللي حطيتها من قبل باه تقلالي قد. انا كالعاده نحب كل حاجه شغل نصورها معاكم من الاول للاخر، باه ما وما شغل في المونتاج نولي نحط بارك بما بديت لوين كملت. مش عنا نبدل لكم مونتاج اني درت هذه حتى نكملتها ورحت لهذيك ومنا، لا انا نصور لكم كلش على ضربه كيفاه بديت وكيفاه كملت. المهم شوفوا لي هنا اني نسيت زيت واللي قاعد نحرك فيها، عاد بات فكرت زيت باللي ما حطيتوش في الشوربه، وليت هنا حركتها وغطيتها الصح باه نخلي هذاك البصل يتقلى لي مليح حتى يدبل. كالعاده انا كيما قلت لكم في البرم، اي برمه نطيبها لازم شغل نقلي هذاك البصل مليح، ونقل شغل نمرقها غير بشوي كل مره بشوي شوي حتى
ندير كيما قلت لكم، خليت على جهة البصل هذاك حتى يذوب لي مليح مليح، ورجعت لهنا للكبدة نحيتها السح بعد ما قليتها وتقلات. المهم ما ديروش على هدرتي، عندي بزاف مسجلتش فيديو، الهدرة راهي تروح لي ونخليها كيما جات تجي، منضلش نعاود انا في المونتاج وفي الصوت وما على باليش. المهم بعد ما نحيت هذيك الكبده كامل على جهه كي قليتها، رحت في نفس الزيت بعد تاع الكبده درت طماطم، الثوم، الفلفل، درت فلفل اكحل، فلفل احمر حار، فلفل احمر حلو، شوي كركم، ودرت راس الحانوت والبصل، درت شوي برك ما كترتش البصل، وشوي كزبر، توابل مشكله درت. المهم كل واحد كيف يحب يدير التوابل، وعلى الاخر درت الكمون. المهم بعد ما حطيت التوابل كاملين خلطتها وحطيتها هي مام هي تتقلى لي مليح مليح. بعد ما حطيتها تتقلى لي مام هي رجعت للبرم تاعي، انا ديما نحط الماء يسخن لي باه نمرق به، باه يطيب لي هذاك اللحم. شوفوا لي هنا كنت غير نمرق غير بشوي بشوي حتى انطابت لي قد قد، ورجعت زيد نمرق فيها، مرقتها قد قد باه تطيب على ضربة واحدة. من بعد عاودت رجعت للشوربة زيد نمرقها مليح قد قد على ضربة، وخلي باه يطيب لي اللحم هذاك كامل قد قد. هنا الشوربة شوفوا لي كيفاه داب هذاك البصل الخضار، رجعت وليت مرقتها قد قد ما هي وهكاك مرقتها وخليتها لا، وزيد عاودت حطيت الماء وخليتها باه يزيد يطيب لي هذاك اللحم قد قد. لهنا بعد ما حطيت كل شيء تقلالي، رجعت للوبيا اللي كنت ديجا غسلتها مليح مليح اللوبيا، وهنا قاعدة نصفي فيها من الماء هذاك ونحط فيها في الماء باه نطيبها قد قد. كاينين وحيد يقليوها طول مع لاصوص هذاك، حنا لا احنا نطيبوها نطيبوها في الماء وحدها، ولاصوص نديروه وحده. ولاصوص تاع الكمونية كما كنتو تشوفوا بعد ما مرقته شوي من ورا وليت حطيت هذيك الكبدة اللي كنت قليتها من قبل وحطيتها شوي هذيك تختار غير شوي نطفي عليها. وهنا بعد ما كملتها كامل رجعت للبوراك. البطاطا كنت طيبتها من قبل ديول، درتها معاكم شحال من مرة شاركت معاكم الوصفة. المهم البطاطا درت فيها دبشة، ما درتش فيها البصل، درت فيها دبشة توابل تاع البوراك تاع الفرماج والفلفل اكحل شوي كركم وهذا ما كان والثوم. المهم وحطيت فيها الفرماج وعظمة، ومن بعد وليت نعمر في البوراك. هنا كنت كملت كلش قبل الفطور، بقات لي غير كي عمرت البوراك، بقات لي غير هو قلت كي يوصل الوقت عاد باه نولي نقليه. كما راكم تشوفون لازم الفرماج راني نكتر فيه ديجا درك اني بشوي. شوفوا لي هنا بعد ما طابت لي الكمونية ما حبيتش نخلي هذيك تنشف لي، خلاص هذيك تولي كي المشرمله هذيك. المهم هنا بعد ما طابت اللوبيا في الماء ولاصوص تاعي كان طاب، وليت نفرغ هذاك لاصوص على اللوبيا ونحركها نخليها شوي تتغالي وخلاص ديجا طابت. لهنا كما قلت لكم حركتها في بعضها كامل ورجعتها على النار. رجعت للشوربة كانت طابت، حطيت نعناع، فلفل اكحل، الفلفل حار والدبشة وغطيت عليها اللوبيا كيف كيف. بعد ما تغالات لي خلاص شوفوا لي كيفاه جات، حطيت الدبشة من الفوق عليها والثوم وسي حطيت وقرن فلفل وغطيت عليها. زد رجعت للكمونية حطيت الفلفل والدبشة
وخلاص كملت الفطور. ولهنا ماما كانت تخبز في الكسرة كالعادة، هي اللي في رمضان كما قلت لكم ديما هي اللي تخبز الكسرة، غير كي يعود عندي هكا الفطور ونلحق غير حاجة هاك نولي أنا نقرص وهي طيب لي وخلاص. وهنا رجعت للبوراك بعد ما برمته كامل، رجعت وصل الوقت هكا ورجعت نقلي فيه باه نحط كلش على الطابلة ونقعد نكون كملت قبل الوقت. شوفوا لي اللوبيا هنا بعد ما حطيتها كيفاه جات تشهي، البوراك كيفاه، الله الله. المهم والشوربة لهنا وسي ماما هي اللي قاعدة تفرغ فيهم في الماكلة وانا نحط الكمونية كيف كيف. المهم هي تفرغ وانا نحط على الطاولة. وهذا هو فطورنا المتواضع، كنت غير انا وماما لهنا. وكالعادة رحت رقدت شوي ونضت للماعن، ما كنت صورت معاكم كلش غير مقتطفات. شوفوا لي كيف الكوزينة كيف كانت كيف ولات. وهكا نقول لكم وصلت معاكم لاخر الفيديو، ونتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله. وصحة سحوركم، باي باي.